يا جماعه عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بما انكم دخلتوا على الفيديو ده فانتوا اكيد بدون شك ان انتوا مراكمين عليكم ومش عارفين ازاي تلموا المنهج، ولفتكوا شعور ان هو في اسبوع واحد بس. ازاي؟ ما تقلقوش بجد، لان الموضوع ده مش كدب. لو مشيتوا على الثلاث خطوات اللي انا هقولها لكم بجد هتلموا المنهج في اسبوع واحد بس. تعالوا اقول لكم على الثلاث نصايح. الخطوه رقم واحد هي ان انت تجبر نفسك تخلص التودو ليست اللي عليك. بجد حاجه هتخليك من اول اليوم مضطر ان انت تخلص وتبطل سهوكه وهتخلص حاجتك، لان انت عارف ان انت اخر اليوم مهما حصل مش هتنام غير لما تخلص التودو ليست اللي وراك. ان بكل بساطه انا عارفه انتوا بتعملوا ايه، بتحطوا التودو ليست عندكم وفي بدايه اليوم بتخلصوا مهامين منهم، فبتقولوا خلاص انا هاخد بريك وبالليل يبقى ذاكر، وبالليل تحس ان انت تعبان فمش بتذاكر، فيجي اليوم اللي بعده تقول خلاص هنام واصحى بكره اذاكر. انا كنت بعمل كده يا جماعه، بس الحمد لله انقذت نفسي. بس انت هناخد بالمعلومه دي هنعمل ده ازاي؟ برضو الموضوع بسيط جدا جدا. اقنع عقلك ان انت هتخلص ده، يعني هتخلصه. اقنع عقلك ان لا، انت عارف لو اقنعت عقلك بجد ان انت هتعمل حاجه دي هتعملها. لو اقنعت عقلك ان انت تعبان هتتعب. لو اقنعت عقلك ان انت مش قادر تذاكر، انا بجد عايزه انام، انت بتذاكر اللي هو ايه ده، انا حاسه ان انا عايزه انام، هتحس ان انت عايز تنام بجد، هتروح تنام والله العظيم. يعني بجد الليست دي النهارده يعني هتخلصها، مفيش خيار تاني، هتخلصها يعني هتخلصها. فدي اول حاجه. تاني حاجه، حط قدامك هدف كبير كبير، حتى لو الوقت عدى او مفضلش كتير على الامتحانات. بس اتمنى بجد ان انتوا تشوفوا الفيديو ده في الفترة دي. لو مفيش وقت ان انتوا تحطوا هدف او مش هتقدروا تحققوا ده لان مفيش وقت، حطوا، ملكوش دعوة، حطوا. انا بقول لكم حطوا. فين ليه؟ لان فكرة ان انتوا دلوقتي بتذاكروا ولا قدامكم هدف ولا اي حاجة، انتوا بتذاكروا ليه؟ يعني انا بجد والله عارفين الاسباب اللي خلتني بذاكر، ده اكتر حاجة خلتني اذاكر قوي هي ان انا اول السنة كنت حاطة في دماغي ان انا عايزة اطلع من الاوائل. اوكي، ففي نص السنة يعني في الوقت اللي قبل ده، فقبل ما ابدا بقى جد كنت خلاص فقدت الشغف ومش قادره اذاكر، وكنت بجد متكاسله جدا ومش بذاكر خالص، مراكمه عليا حاجات مش طبيعيه. فالفتره دي خلاص شلت الهدف من قدامي، انا اصلا نسيت انا هدفي ايه في الحياه. فدلوقتي خلصت المتراكم عليا بسبب حاجه واحده بس، ان انا حطيت في دماغي ان انا بجد هطلع من الاوائل على مستوى الاداريه ان شاء الله. ان شاء الله انا حاسه ان انا هقدر، انا متاكده، مش حاسه، انا متاكده ان انا هقدر على الموضوع ده. النصيحه رقم 3 هي انكم تقفلوا التليفون خالص لغايه الاسبوعين دول، بس اقفلوه. ولو مش هتقدروا زي حالاتي كده، انا عملت ايه؟ مسحت كل الابلكيشن زي تيك توك، انستجرام، سناب شات، فيسبوك. فصحوا التطبيقات اللي بتشغلكوا عن المذاكره. حتى لو انتوا مش قادرين، حتى لو كان ليكوا شغل في الحاجات دي، حتى لو كنتوا بتنزلوا اجباري، يعني انا مثلا بنزل على صفحة انستجرام، فمستقبلي اللي هو الدراسي اهم من الموضوع ده كله، فمسحتها، مسحت الصفحة، مسحت قصدي الابليكيشن. فعادي، هما اسبوعين، صح؟ اسبوعين، هونوا عليا يا جماعة، اسبوعين صح؟ هما دول الثلاث نصايح يا جماعة، بجد دول نصايح من ذهب. انتوا ممكن تحسوهم ان هما مش هيفرقوا قوي او هما نصايح عادية، بس لما تطبقوها هتحسوا بقيمتها. نرجعهم مرة كمان، نراجع نحو، ما تراجعوش ورايا، انا عارفة بقول ايه whatever. آه، 3 نصايح نقولهم من الاول. رقم 1، اجبر نفسك تخلص التودو ليست غصبا عنك. رقم 2، حط قدامك هدف كبير، شرط انه يكون كبير حتى لو مش قدامك وقت. رقم 3 هي انك تشيل التليفون، ولو مش هتقدر تشيله عشان اسباب ان انت مثلا بتذاكر عليه يا كداب، او مثلا بتروح بيت دروس زي حالاتي، فتقدر اذف كل الابليكيشنز اللي بتعطلك. هم دول الثلاث نصايح اللي بجد خلوني الم المنهج. والله يا جماعه مش عارفه اوصف لكم ازاي، بس انا كنت تايهه بجد. انا كنت في الدراسات، انا تالتة اعدادي، فكنت في الدراسات بتاعه تالتة اعدادي اصعب سنه في الدنيا بجد. التاريخ ده انا ما كنتش بادئه فيه خالص، انا كنت بادئه في الوحده الاولى بالعافيه، مخلصاها ومش حافظاها كمان ولا مذاكراها كويس، بس لو مذاكراها وخلاص. الجغرافيا دي مش كنت مذاكراها اصلا، اول درسين بس. اول الترم كده بدات بجديه ومش عارفه ايه، بعد كده فكست خالص، حسيت ان هو العيال كلها بتشجعني ان انا افشل ففشلت معاهم. هعمل ايه؟ ف والعلوم كذلك ما كنتش مذاكراه قوي، بس انا كنت مخلصاه بس ما كنتش مذاكراه. والعربي يا لهوي بجد ده حاجه حاله خاصه خالص، يعني انا ما كنتش مخلصاه اصلا حرفيا.
كان في كمية حاجات متراكمة عليا فيها مش طبيعية. فاللي عايزة اقوله لكم ان انتوا ادعوا التوفيق من ربنا اهم حاجة. بس هما دول التلات نصايح. اتوقع ان انتوا مش هتشوفوني مرة تاني، فسبسكرايب، فعلوا زر الجرس، ده اهم حاجة. المهم مطولش عليكم، روحوا ذاكروا دلوقتي واعرفوا ان بجد اهاليكم مستنيين نتيجة حلوة منكم. فاجئوهم بالنتيجة التحفة. وبس كده، سلام.